النهارده بقى فيديو مطلوب مني اني اعمله. عملت لكم الطحينه البيتي الغامقه بطريقه سهله جدا جدا، وبصوا القوام بتاعها عامل ازاي. يلا بينا نشوف الطريقه ونقول بسم الله وعلى بركه الله. اول حاجه جبت من عند بتاع مستلزمات الحلواني ربع كيلو سمسم ابيض، تمام، وغسلته كويس جدا جدا. ممكن انتوا تجيبوا سمسم غامق جاهز، بس انا قلت بقى بما اني بحب اعمل كل حاجه في البيت فاعملها من اولها. بعد كده هحمص السمسم، هديله لون ذهبي. اهم حاجه النار واطيه عليه، ما نعليش النار علشان ما يتلطعش مننا ويتحرق. تمام. هنا خلاص السمسم معايا بقى جاهز، بصوا لونه عامل ازاي، ما غمقتوش برضو. الخطوه اللي جايه دي اختياري، وهي نص كوبايه من الدقيق. انا حطيت دقيق علشان خاطر يكترها سيكه، انما هي اصلا الطريقه الاصليه بتتعمل من غير دقيق. بعد كده هحمص الدقيق وهديله برضو لون ذهبي فاتح، واهم حاجه النار تبقى واطيه عليه وما نعليهاش خالص. طبعا بعد كده هسيبهم يبردوا كويس جدا، ودلوقتي هحط السمسم على الدقيق. انا شلتهم خلاص من على النار، وهحط السمسم والدقيق مع بعض وهسيبهم يبردوا خالص. اهم حاجه ان هم يبردوا جدا جدا علشان خاطر اما نيجي دلوقتي نطحنه ما يعرقش مننا. هنا خلاص السمسم والدقيق برد معانا. تعالوا بقى نحضر المطحنه بتاعتنا ونطحنهم فيها. هنا هنجيب مطحنه الخلاط العاديه بتاعتنا خالص، تمام، وهنحط فيها السمسم مع الدقيق وهنطحنهم لحد ما يوصل يبقى بودره كده. هجيب الكبه بتاعتي او الخلاط اللي انتوا عايزينه يعني براحتكم. هحط في الكبه كوبايه من الزيت على الكميه اللي انا قلت لكم عليها دي. اخدت كميه كوبايه من الزيت، تمام. هضربهم كويس جدا جدا جدا، بيتضربوا حلو قوي في الخلاط او في الكبه، وبيبقوا بالقوام اللي انتوا شايفينه ده، وبقت احلى طحينه معاكم. ما حطيناش اي حاجه تانية، هي الطريقه الاصليه اصلا كمان مش بيتحط فيها زيت، بيتحط كده في عصاره بس. هي دي الطريقه البيتي حلوه جدا، وجربوها ان شاء الله. ولو مش عايزين تحطوا دقيق براحتكم خالص. بصوا بقى القوام والحلاوه والجمال. اهم حاجه لو وصلتوا الحته دي من المقطع تكتبوا لي بتتابعوني منين، ولو وصلتوا لهنا تصلوا على النبي وتتابعوني. من وعد ساره جمال. باي باي حلوين.